تخيل إنك راجل أعمال ناجح معاك فلوس زي الرز، راجع شاطئ طفولتك بعربيتك الغالية عشان توري ابنك يعني إيه شغف، وفجأة في أقل من 48 ساعة تلاقي نفسك حافي بتنام في عربية خردة، بتشرب من مية تواليت عام، ومستعد تقتل عشان حتة بيتزا. ايه هو الجحيم اللي ممكن يكون مستخبي في جنة زي دي يخلي بني آدم محترم ينهار ويفقد إنسانيته بالبطيء؟ حكاية راجل كل حاجة حلوة في حياته بتدوب وتختفي زي حبة سكر في كوباية شاي لحد ما بيلاقي نفسه في حتة أبعد من القاع نفسه. الفيلم بيبدأ وكاميرته بتعرفنا على ديفيد. من أول وهلة تحس إن الراجل ده معلم، واحد من اللي بيتقال عليهم ناجحين، راجل أعمال شيك، لابس أغلى هدوم، وواضح إن جيبه عمران والفلوس معاه زي الرز. ديفيد مش لوحده، معاه ابنه الصغير جاك، وراجعين على مسقط رأسه المنطقة الساحلية اللي اسمها لونا باي. المكان ده مش مجرد شط وبحر، ده جنة الله على أرضه. المية لونها فيروزي يشفي القلب، السما صافية زي ما تكون مراية، والرملة ذهبية بتلمع تحت الشمس. ديفيد رجع عشان حاجة واحدة، يرجع يحس تاني بلذة ومتعة ركوب الأمواج اللي اتربى عليها، وكان حاسس إن أي هم أو توتر شايله على كتفه هيدوب في المية المالحة دي. وهم في العربية ديفيد بيحاول يلعب دور الأب الحكيم، بيقول لابنه كلام كبير عن الشغف والحماس وإنهم سر الحياة. بس جاك زي أي عيل في سنه دماغه مش في الكلام ده خالص، كل اللي همه إنه مزوغ من المدرسة وعارف إن أمه والمدرسين هيعملوا منه بطاطس محمرة لما يرجع. ديفيد يضحك ويرد عليه رد فلسفي، يقول له لازم ساعات نكسر القواعد عشان نحس إننا عايشين بجد. بيطلب من جاك يجهز عشان هم خلاص على وشك يوروا الموج العين الحمراء، وهو بيرد على تليفون واضح من نبرته إنه مصيري. من المكالمة دي بيبدأ خيط تاني خالص من القصة يتكشف. بنفهم إن ديفيد مش جاي لونا بي يقضي يومين ويرجع، لا ده بيخلص في صفقة عمره، بيشتري بيته الطفولة، بيت قديم أثري مبني فوق جرف صخري بيطل على البحر، منظر يخطف الأنفاس. لكن لكل حلم كابوس، والسمسار بيرمي قنبلة في وشه، بيقول له في مشتري تاني ظهر وعرض سعر أعلى، لو لسه عايز البيت يا ديفيد لازم تدبر 100,000 يوان زيادة. ديفيد بكل ثقة رجال الأعمال بيقول له ولا يهمك، الفلوس هتكون عندك آخر الأسبوع. السمسار يرد عليه ببرود يجمد الدم، ما عندناش أسبوع يا ديفيد، قدامك 48 ساعة بالظبط، يا تلحق يا ما تلحقش. يقفل ديفيد المكالمة وعينيه على منظر البحر اللي من دقايق كان شايفه منبع سعادته، ودلوقتي شايفه بحسرة وقهر. ابنه مستنيه عشان ينزلوا المية، فبيضطر يلبس قناع القوة ويداري خيبته ويلبس عدة السيرفنج بتاعته عشان يوري لابنه اللعبة اللي الزمن سرقها منه. وهم لسه بيحطوا رجليهم على الشط، واحد ضخم بيجري يخبط في كتف ديفيد خبطة متعمدة، وقبل ما ديفيد يفهم فيه ايه الراجل بصله بصة كلها غل وشتمه وكمل طريقه. ديفيد نفض للموضوع، كل همه كان يوصل للموجة. أخيرا الأب والابن واقفين قدام البحر. أول ما رجل ديفيد لمست الرملة الدافية اللي حافظة خطواته وهو صغير وشم ريحة اليود اللي بتجري في دمه، حس إنه راجع 20 سنة ورا. للحظة الذكريات الحلوة خطفته، بس صوت ابنه اللي بينادي عليه فوقه. امسكوا ألواح التزلج وخلاص على وشك ينزلوا يوروا الموج فنهم. فجأة تظهر قدامهم شلة رجالة أجسامهم زي الحيطة، شكلهم ما يطمنش بالمرة، وعينيهم بتطلع شرر. ديفيد بيحاول يبقى دبلوماسي بابتسامة متصنعة، بيقول لهم صباح الفل يا رجالة، احنا جايين في السليم وهنحترم قواعدكم ومش هناخد موجة مش بتاعتنا. بس الكلام ده كان زي اللي بيرمي بنزين على النار. واحد منهم صرخ في وشه بجملة قصيرة ومباشرة، اللي مش من هنا ملوش مكان وسطنا، الموج ده بتاعنا احنا بس. ديفيد بدأ يتنرفز ودمه يفور، ولسه هيرد ظهر من وسطهم زعيمهم، شاب لابس هودي احمر ملامحه هاديه بس مرعبه، اسمه سكوت. سكوت ياخد ديفيد على جنب كانه هينهي الخناقه بالذوق. بصوت واطي يخوف سكوت بيقول لديفيد بهدوء ما تنفعش تركب موج هنا. بيقول له ان الشله اللي شايفها دي اهل المكان واسياده، ومستحيل يسمحوا الغريب يشاركهم فيه، ولو فكر يعاند هيشوف حاجه مش هتعجبه. وكمل سكوت كلامه وهو بيرمي السم في العسل، انا عارف ان شكلك بقى وحش قوي قدام ابنك، بس يلا معلش، ساعات لازم الواحد يبلع الإهانة عشان الدنيا تمشي. خد ابنك وروح أي شط من شواطئ السياح، لكن هنا لا. ديفيد حس بالإهانة بتقطع فيه، ملقاش حل غير إنه ياخد ابنه المصدوم ويمشي من المكان وهو بيجرجر أزيال الخيبة. رجعوا العربية وجاك وشه مقلوب ومش عايز ينطق حرف من كتر الإحباط. ديفيد بيحاول يرمم الموقف المحرج، بيقول له إنه كان عايز ياخده عند الموجة دي بالذات عشان منها يقدروا يشوفوا بيوت الجرف، وبالأخص بيت الطفولة.
بيطلع البروشور بتاع البيت وبيوعده إنه هيشتريهوله، لكن جاك كان الإحباط وصل معاه لأقصى درجة ورد ببرود قاطع: عايز أروح البيت حالا. ديفيد حس إنه خذل ابنه ودور عربيته وابتدى يبعد عن جنة أحلامه اللي اتحولت لجحيم. تاني يوم ديفيد رجع لونا بيه لوحده، مش بس عشان البيت لكن عشان كرامته اللي اتهانت. لازم يدبر الفلوس بأي شكل. بيكلم وسيطه المالي يشوف له قرض من أي بنك في أسرع وقت. وهو قاعد في عربيته الجو حر خانق والتكييف على الآخر وشاشة الأسهم طالعة نازلة زي ضربات قلبه. تليفون يجيله من زميله في الشغل: انت فين يا ديفيد؟ المدير بيسأل عليك. ديفيد بيصرفه بأي حجة ويقول له راجع بكرة ويقفل. وهو بيتكلم يلمح ست بتركن عربيتها بتتخانق مع راجل. الراجل ده يبص لديفيد نظرة سخرية ويغمز له. ثواني ويظهر راجل عجوز متشرد بيلزق ورقة إعلان عن كلب ضايع على إزاز عربية ديفيد. ديفيد ينزل يزعق. العجوز يسأله: انت من ولاد لونا بي؟ ديفيد ما يردش. العجوز يفهم من لهجته إنه غريب. في نفس اللحظة العجوز يلمح شلة سكوت جايين على ديفيد، فبيهمس له بسرعة: خلي بالك من الناس دي، ويخلع. ديفيد يروح يشتري قهوة من عربية أكل هناك. أول ما يلف ظهره يلاقي الشلة محوطين العجوز وبيهنوه، وهم ماشيين يبصوا لديفيد بصات تهديد معناها دورك جاي. بالليل المصايب بتتحدف عليه من كل حتة. مراته هيلون بتتصل. ديفيد يرد بحماس ويحكي لها عن بيت أحلامهم اللي هيشتريه، لكنها تقطعه ببرود التلج وتقول له: كفاية أوهام، وقابلني بعد الكريسماس عشان نمضي ورق الطلاق. وقبل ما يقفل ترمي عليه القنبلة النووية: بالمناسبة يا ديفيد، أنا حامل من راجل تاني. الكلمات وقفت في حنجرته، اتحجج بأي حاجة وقفل. في ودانه بيرن صوت سكوت: انت ما بقتش تنتمي للمكان ده، حياته بتنهار، شغله في خطر، بيته هيضيع، ابنه غضبان، ومراته هتسيبه وهتخلف من غيره، الدنيا كلها اتفقت عليه. يبص على الشط يلاقي شلة ولاد لونا باي عاملين حفلة ومولعين نار وبياكلوا بيتزا وبيضحكوا. الجوع كان بيقرص في معدته، ففي لحظة يأس كامل يروح عليهم ويعرض $100 مقابل حتة بيتزا واحدة. ياخد شريحة البيتزا ويحطها فوق سقف عربيته ويروح يجيب شوية مية من حنفية عمومية. وهو راجع يسمع صوت خبطة، قلبه بيتقبض. يوصل للعربية ويلاقي الكارثة: حتة البيتزا في الأرض متعفرة رملة، والمصيبة الأكبر لوح التزلج بتاعه، قطعة من روحه وذكرياته، مسروق. يلمح 3 من الشلة بيجروا في الضلمة وهم شايلينه. هنا الدم غلي في عروقه، عقله طار منه. بينزل الشط وهو بيزعق وبيصرخ عشان يرجع حاجته، لكن واحد قدام شلة النتيجة معروفة: بيهجموا عليه كلهم وياخد علقة موت، يضربوه ويهنوه ويسيبوه مرمي على الرملة غرقان في ذله. يقوم وهو متعور وبيجرجر نفسه لعربيته. أول حاجة يعملها إنه يكلم البوليس. الصبح يصحى على خبط على إزاز عربيته، يفتح عينه يلاقي ضابط بوليس. بصيص أمل ينور في قلبه ويحكي له كل اللي حصل، وهو مستعد يروح القسم ويتعرف عليهم. لكن الضابط ببرود مستفز يقول له: لا، خليك مكانك انت وانا هتصرف. ديفيد حس ان في حاجة مش مظبوطة. الضابط يمشي ناحية الشط وديفيد يروح للعجوز المتشرد يطلب منه منظاره عشان يراقب. العجوز استغلالي كالعادة يقول له ان بلاغه ده عمل له مشاكل ولازم يعوضه. ديفيد من يأسه يقلع نضارته الشمس الغالية ويديها له مقابل المنظار. كل حتة من حياته اللي فاتت بتتسحب منه. يوجه المنظار للشط والصدمة تخرسه. لوح التزلج بتاعه متعلق زي اليافطة على كوخ سكوت، والضابط واقف قدام سكوت بمنتهى الخضوع والذل. العجوز يفتح له قلبه ويحكي له مأساته. ابنه كان بطل ركوب أمواج، وسكوت جره لسكة المخدرات لحد ما مات، وبعدها قتل كلبه اللي كان أغلى حاجة عنده. مش هقدر أقتله، بس هفضل قاعد هنا شوكة في حلقه. كلام العجوز ولع غضب جديد جوه ديفيد. ينزل الشط تاني ويطلب البورد بتاعه. سكوت يبتسم بسخرية ويقول له إن البورد ده بتاعه من زمان، والضابط الفاسد يأكد كلامه. ديفيد خلاص قرر يمشي من الجحيم ده. يرجع لعربيته يدور، مفيش، البطارية نامت. كارثة ورا كارثة. يروح للحنفية العمومية يلاقيها متكسرة. يدخل حمام عام يقلع جزمته والجاكيت. يسمع حركة، يطلع يلاقي العجوز بيخبي كيس أحمر في الحيطة. يخرج يلاقي الجزمة والجاكيت اتسرم. يطلع حافي يلاقي 3 شباب بيكتبوا كلام وسخ على عربيته. يزعق فيهم، رجله تدوس على إزاز مكسور وتتعور. وسط اليأس ده يلمح مصورة شايلة كاميرا، يستنجد بيها توافق تساعده تشحن عربيته بشرط يوافق تصوره. العربية تدور وكان خلاص هيهرب، بس كرامته منعته. قرر يفضل ويواجه. يروح لعربية الأكل، تليفونه يفصل شحن، معهوش كاش. يطلب من صاحب المحل يشحنه. الراجل يطلب رهن. ديفيد بمرارة يقلع ساعة أبوه الغالية ويسيبها له. لسه هياخد القهوة يجي راجل شيك يدلقها في وشه ويقول له: القهوة دي لولاد لونا باي بس. ديفيد بيبلع الإهانة والنار قايدة جواه. يحاول يحذر السياح يفتكروه شحات. يحاول يشتكي لست قاعدة هناك تصدمه وتقول له: هما صح، الرجالة لازم تنفس عن غضبها، دماغه هتنفجر.
يرجع لعربية الأكل يلاقيها قفلت، يفتكر التليفون العمومي يلاقي عملة يتيمة، يتصل بوسيطه ويسيب له رسالة يقول له يكلمه على الرقم ده فورا. بالليل يتسلل ناحية كخهم بعتلة حديد، يلاقيهم بيعملوا طقوس انضمام لعضو جديد، كلب حراسة يهجم عليه يهرب بعجوبة. يصحى تاني يوم يلاقي عربيته اللكزس اختفت. الضابط يجيله تاني ويسأله بوقاحة لسه بيعمل ايه هنا. لما ديفيد يقول له عربيته اتسرقت، الضابط يشاور على عربية العجوز الخردة ويقول له خدها وامشي. ديفيد بيبدأ يهزي من الحر والعطش، يشوف السمسار بيفرج عيلة على بيت أحلامه يجري عليه. صاحب عربية الأكل ينكر إنه شافه ولا أخد منه الساعة، بيروح ناحية التليفون العمومي، الشلة توقفه ياخدوا منه خاتم جوازه. يوصل للتليفون أخيرا، السلك مقطوع. هنا ديفيد انكسر، انهار على الأرض في نوبة بكاء هستيري، وكل الناس بتتفرج عليه وتضحك. من غير أمل يقعد في عربية العجوز الخردة، يلاقي عقد سن القرش بتاع ابن العجوز يحطه في جيبه. الجوع والعطش يوصلوا لمنتهاهم، يروح يشرب من مية التواليت المعكرة ويلاقي سكوت مستنيه بأكل وشرب. بيرفض عرضه. سكوت يلعب بعقله، يقول له ان ابوك انتحر على نفس الشط ده، انت بدأت تتجنن زي ابوك يا ديفيد، انت مش رجل اعمال، انت مجرد متشرد. بالليل فار في العربية يعضه، ديفيد بيتجنن ويموته في نوبة غضب. تاني يوم بيلحس بآية بيبسي مدلوقة على الارض، وبعدين ياكل بيض عصافير من عش لقاه. يرجع يقابل المصورة توريه صورته وهو لسه واصل بكامل اناقته جنب عربيته اللكسس، يضحك ضحك هستيري لانه افتكر ان ما كانش مجنون. يكلم وسيطه، يعرف ان نص القرض بس اللي توافق عليه. الامل الاخير في البيت اتبخر، كل القهر والاهانه بينفجروا جواه. بيخلع يافطه حديد وينزل الشط، وبكل وحشيه بيهجم على واحد من الشله. خناقه مميته، سكوت والشله بيتفرجوا ومبسوطين. سكوت يوقفه في اخر لحظه. العنف ده اكسبه احترام سكوت اللي فلسفته بتقول لازم تتعذب عشان تمتلك كل شيء. ديفيد قرر ينضم ليهم. في حفلة الانضمام سكوت بيكويه بحديدة سخنة. الاختبار الأخير كان إنه يولع في عربية العجوز اللي هي كل ما يملكه. تحت الضغط من الشلة وهتافات اتعذب، ديفيد بيستسلم ويولع فيها. وفي اللحظة دي يوصل ابنه جاك، يشوف أبوه واقف مع البلطجية جنب النار، صدمته لا توصف. وفجأة يسمعوا صرخة العجوز اللي رجع وشاف بيته بيتحرق. بيجري ناحية الشط وهو بينهار وبيطلع مسدس. بيأمر سكوت وديفيد وابنه يركعوا، وبعيون مليانة دم بيبص لديفيد ويقول له انت بعت روحك. ديفيد بيفوق من الكابوس وبيعترف غلطته، وبيطلع عقد سن القرش ويديه للعجوز ويقول له انا كل اللي كنت عايزه اني اركب موج مع ابني هنا. العجوز قلبه بيرق ودموعه بتنزل، وبيسيب ديفيد وجاك يمشوا. الاب وابنه بيجروا على البحر اخيرا، وهم بيركبوا الموج سوا وبيلاقوا السلام اللي كانوا بيدوروا عليه. بيسمعوا صوت طلقتين. العجوز قتل سكوت بدم بارد، وبعدها بص للبحر وقتل نفسه عشان يلحق ابنه وكلبه. وبكده تكون قعدتنا على المصطبة خلصت، بس لمتنا لسه مكملة في الكومنتات. مستني أعرف رأيكم في الفيلم وفي الحكاية، وما تنساش اللايك والسبسكرايب لو عجبتك القعدة بتاعتنا. ودلوقتي جه وقت أهم حتة عشان تعرف الفيلم ده يستاهل وقتك ولا لأ. تعالوا نشوف تقييمي للفيلم. التقييم 9/10. ليه ياخد 9/10؟ بص، الفيلم ده مش فيلم سهل، مش من نوعية الأفلام اللي تتفرج عليها وانت بتاكل فشار عشان تتسلى. ده فيلم رحلته تقيلة على النفس، بيغوص في حتة ضلمة جوه البني آدم وبيسأل سؤال مرعب: ايه هو التمن اللي ممكن تدفعه عشان تحافظ على كرامتك أو عشان تستردها بعد ما راحت؟ الفيلم ده عبارة عن درس قاسي في علم النفس متغلف في قصة تشبه الكابوس، فكرة الانهيار المتدرج أو the slow burn collapse. أعظم حاجة في الفيلم ده هي الطريقة اللي بنشوف بيها ديفيد بيتجرد من كل حاجة بتعرفه كإنسان متحضر، مش بس فلوسه وعربيته، لأ، ده بيتجرد من اسمه، من احترامه لنفسه، من إنسانيته. الموضوع عامل زي اللي بيقشر بصلة، كل طبقة بتتشال بتكشف عن طبقة أضعف وأكتر بدائية تحتها، من راجل أعمال ناجح لواحد بيشرب مية من تواليت وبيقتل فار في نوبة غضب. التحول ده مكتوب ومتمثل بطريقة تخض من واقعيتها. 2. لونا باي، المكان نفسه بطل في الفيلم. المخرج استخدم التناقض الصارخ بين جمال الشط اللي يرد الروح وقبح وبشاعة اللي بيحصل عليه. جنة من بره بس سكانها شياطين. البحر اللي كان رمز للحرية والشغف بقى سجن كبير. ده خلق جو من توتر مش طبيعي، خلاك كمتفرج حاسس إن مفيش مهرب. 3. بناء الشخصيات، خصوصاً سكوت والعجوز. سكوت مش مجرد بلطجي بيكشر عن أنيابه،
لا، ده شخصية ليها فلسفة شر خاصة بيها. هو شايف إن القوة الحقيقية بتيجي من الألم والمعاناة، لازم تتعذب عشان تمتلك كل شيء. ده اللي خلاه شخصية مرعبة أكتر، لأنه بيعمل الشر عن عقيدة مش مجرد فرض عضلات. والعجوز المتشرد هو الضمير الميت بتاع المكان، هو الشاهد على المأساة القديمة والجديدة، ونهايته كانت التلخيص المثالي لقصة المكان ده كله. العنف لا يولد إلا عنف. 4. الرمزية العالية. الفيلم مليان رموز بتخدم القصة. لوح التزلج مش مجرد لوح، ده رمز أحلام ديفيد وذكرياته، وآخر حاجة ربطاه بالماضي النظيف. عربية اللكسس رمز مكانته الاجتماعية اللي بتختفي. البيت رمز للاستقرار اللي عمره ما هيوصل له. حتى حتة البيتزا اللي وقعت في الرملة كانت رمز للأمل الصغير اللي اتداس عليه بمنتهى القسوة. الخلاصة، فيلم موجع قاسي وصادم، مش هيسيبك بسهولة بعد ما يخلص، هيخليك تفكر كتير في فكرة قد إيه القشرة الحضارية اللي بنلبسها دي رفيعة وسهلة الكسر. هو مش مجرد فيلم عن بلطجية شواطئ، ده فيلم عن تفكيك الروح البشرية حتة حتة. يستاهل المشاهدة بجدارة لو ليك في السينما التقيلة اللي بتخبط في الدماغ وتفضل معلمة معاك.